السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي داليس حنان أسكال. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية ودائما مع المعسلات الرمضانية. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم بليغات بالزنجلان بجوج اشكال كيف ما شفتوا معايا. الشكل الاول يعني اللي دائما كنحضروه، وهذا الشكل الثاني اللي كيجي مزيون بزاف في المنظر، راقي، شكل مختلف وجديد كيتعمر بالمكسرات. كيجيو رائعين بزاف ولذاذين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال استحسانكم ان شاء الله وتجربوها. بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. عندي في هذا الإناء نص كيلو ديال الدقيق مع نص كيلو ديال الزنجلان. بالنسبة للزنجلان أنا هنايا صهدته شي شوية، ما تحمروش، غير صهدوه شي شوية. كنخلط هاد نص كيلو ديال الدقيق مع نص كيلو ديال الزنجلان، كنضيف عليهم هنايا معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة، معلقة صغيرة ديال حبة حلاوة، ومعلقة صغيرة ديال النافع. بطبيعة الحال النافع وحبة حلاوة كيكونوا منقيين محمرين شوية ومطحونين مزيان. من بعد ما كنخلطهم كنضيف هنايا واحد الخماره، وكتبقى على حسب الرغبه ديالكم، ممكن تعملوها ممكن تستغناو عليها. كنخلطها كذلك مع ديك المكونات. كنضيف هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره ديال البخاليني. انا هنايا كان عندي اللوز بالقشره ديالو، حمرته في الفران وطحنته مزيان حتى تحصلت على هذا القوام هذا، معلك شويه. كنخلطو وكيبقى يعني اختياري ماشي ضروري، لكن كيزيد لذة. فكنخلطو مع ديك المكونات. وعندي هنايا في هذا الكاس عملت فيه نص زيت والنص الثاني زبده. كتاخذوا زبده مزيانه كترجعوها بغنوازيت وكتعملوها. من بعد ضفت تقريبا 3 المعالق كبار ديال الخل، وضفت كذلك نص كاس ديال ماء زهر. هاد الكيسان راهم القياس ديال كاس عنبه. فكنحاول ندخل ديك الزيت والزبده وما زهر والخل في هاد الدقيق مع الزنجلان. كنحاول نبسبس مزيان ونخلطهم مزيان. هنايا غادي نبدا نجمع بالحليب. عندي هنايا الحليب بارد عادي. بالنسبه لهاد العجين انا جمعته بجوج كيسان ديال الحليب وشويه. هاد جوج كيسان راه جمعوا لي العجينه، لكن بقى لي شويه كيف ما غتشوفوا. بقى لي هاد شويه. غادي نبدا نرش غير غنرش غير شويه ديال الحليب. كيف ما شفتوا راه استعملت جمعت بجوج كيسان ديال الحليب وشويه تقريبا وربع. والعجينه، القوام ديال العجينه خاصو ما يكونش عاود كيتلصق، تكون يعني رطبه شي شويه، ما تكونش كتلصق وما تكونش عاود قاصحه بزاف باش ما يتفرتتش ليكم داك الزنجلان. هنا من بعد ما كنجمع العجينه كنقطعها الكويرات بهذا الشكل هذا. كل كويره كنقادها وكنغطيها ببلاستيك اولا بسلوفان، كنغطيها مزيان باش ما تنشفش. كنخليهم شويه واحد 5 دقائق وكنبدا نطلق فيهم، كنبدا نشكل البليغات. هنايا غادي نبدا نطلق في هاد الكويرات هادو. غادي نعاون هنايا بشويه ديال الدقيق، ما كنكثروش الدقيق. وإلا شفتوا العجينه ديالكم بلي راها مزيانه يعني ما كتلصق ما والو، انا هنايا كتلصق لي في المطلق، فعليها كنرش شويه ديال الدقيق. المهم هنايا كنطلق العجينه تكون نحاولوا يعني تحاولوا ترققوها شويه. وكنقطع بهذا الطابع هذا الدائري صغير، كنقطع دوائر اولا كتقطعوا مربعات على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. فالشكل كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كنقطع دوائر وكنحيد هاد الزوائد هادو اللي كيبقاو. وبالنسبه لهادو راه ما كنعجنوهمش، يعني كنديروهم واحد على واحد وكنحاولوا نقادوهم، كنغطيوهم بالسلوفان وكنعاودوا نطلقوهم، ما كنعجنوهمش. كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك ديال البليغات. كنعمل هاد الشكل هذا. راه الفيديو واضح بالنسبه للشكل، راه كتعملوا الاشكال اللي نتوما بغيتوها. انا اختاريت انني نعمل هاد الشكل هذا، كيجيو مزيونين في المنظر. هذا هو الشكل ديالهم. وكنحاولوا نسدوهم مزيان. اي شكل عملتوه كتحاولوا تسدوه مزيان باش ما يتفتحش لكم في القلي. هنا غادي نعمل معكم غير شويه ديال هذا الشكل الاول، والشكل الثاني غادي نعملوه في هاد
القوالب هاد الصغارين هادو ديال لي طارطوليت، يعني كتستعملوا اي قوالب عندكم، المهم يكونوا صغيورين. كنعمل فيهم العجينه بهذا الشكل هذا، كنحاول نقادها مزيان. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو مزيونين بزاف في المنظر ديالهم. بالنسبه للشكل الاول، من بعد ما كنساليوه كنعملوه في واحد الصينيه وكنخليوهم. وبالنسبه لهذا الشكل هذا اللي على شكل طارطوليت هادو، من بعد ما كنساليهم كندخلهم للفران باش ينشفوا. يعني كنسخن الفران شويه، غير كندخلهم واحد 5 دقائق وكنخرجهم. الفران كيكون مسخن شويه من الفوق ومن التحت، غير ينشفوا بهذا الشكل هذا، غير ينشفوا يعني ما يبقاوش عجينه. كنخرجوهم وبسهوله راه كيتحيدوا من القالب كيف ما شفتوا. هادو ضروري خاصهم ينشفوا في الفران، يعني يتصهدوا شي شويه باش يعني يقبطوا هذا الشكل ديالهم. عاد غادي نقليوهم. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي من هذا الشكل هذا، وحتى الشكل الثاني. هذه هي الكميه اللي عطاتني. بالنسبه للبليغات هادو انا خليتهم ليله كامله. ضروري البليغات، ماشي ضروري ولكن من الاحسن باش يشدوا الفورمه ديالهم وينشفوا، تخليوهم ليله كامله اولا تقريبا واحد 6 السوايع ينشفوا مزيان، عاد تبداو تقليو فيهم. هنايا كيف ما شفتوا راه بديت كنقلي فيهم. الزيت كتكون بطبيعه الحال تكون كثيره. واون فوا نحطوا البليغات ديالنا كنخليوهم. ملي نحطوهم في الزيت راه كيهبطوا لتحت. غير يقبطوا الشكل ديالهم راه كيطلعوا الفوق. نتوما ما تحركوهمش حتى يطلعوا الفوق، ديك الساعه تبداو تحركوا فيهم حتى ياخذوا اللون اللي شفتوا. ضروري يكون هذا اللون ذهبي، ما تخليوهمش حتى يتحمروا اكثر من القياس، حيت غير كنحطوهم في العسل كياخذوا اللون. فحاولوا ما تحمروهمش اكثر من القياس. بالنسبه للعسل عندي هنايا هو العسل اللي ديجا شاركته معكم. العسل انا راه ما سخنتوش، يعني خليته ثقيل كيف ما هو، حيت غير كنحطوا فيه ديك البليغات اولا هاد لي طارطوليت يعني بالحراره ديال يعني بالحراره ديالهم راه كيذوب داك العسل، فما تحتاجوش انكم تسخنوه. فاش كنوضعوا فيه البليغات راه كنخليوهم يشربوا داك العسل. وهنا فاش كنرجع للزيت كنحاول نزول منها داك السنجلان الا كان كتير، كنحاول نحيدو بالصفايه كيف ما شفتوا، وكنعاود نقلي فيها. ودائما الحراره راه كتردوا ليها البال، كتحاولوا تنقصوا وتزيدوا باش ما يعني ما يتخطفوش لكم هاد البليغات ويتحمروا قبل ما يطيبوا. بالنسبه للوقت اللي نتوما كتعسلوا فيه هاد البليغات، والا كانت الزيت عندكم يعني ما فيهاش البليغات، ما كنتوش كتقليو، فديك الساعه طفيو عليها، يعني ما تخليوهاش باش ما تحرقش لكم وما تسخنش بزاف. فنتمنى تردوا البال لهاد النقطه هذه. هنايا نورمالمون كان عليا ان نحيد هاد البليغات هاد لي طارطوليت من العسل، لكن كنت مشغوله ما رديتش البال. فغادي نخلي هادشي كامل في العسل مده، عاد غادي نزولهم ونحطهم في الكسكاس. ومن الافضل يبقاو هاد البليغات في العسل مده طويله باش يشربوا مزيان العسل. بالنسبه لهاد لي طارطوليت خاصكم تقلبوهم، يعني الا وضعتوهم في الكسكاس حاولوا تقلبوهم على الوجه ديالهم باش داك العسل يهبط منهم، يعني ما يبقاوش عامرين بالعسل من الداخل. ومن بعد ما كنقادهم في الكسكاس كنعاود نفرغ عليهم العسل. بطبيعه العسل ديالي بطبيعه الحال، يعني العسل ديالي الا كان فيه الزنجلان راه كنصفيه عاد كنخويه على البليغات. انا هنايا هذا العسل هو نفسه اللي عسلت فيه هاد البليغات، غير صفيته باش يتحيد منه داك الزنجلان وعاود خويته من الفوق ديال البليغات بهذا الشكل هذا. كنخلي البليغات ديالي جانبا. عندي هنايا هاد الكاسرونه فيها تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال العسل مع معلقه كبيره ديال الزبده. وهنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الجليكوز. هذا الخليط هذا هو اللي غادي نجمع به المكسرات اللي عملت في لي طارطوليت. كنوضع الجليكوز، من بعد كنرجع هاد اولا كندير هاد الكاسرونه فوق النار اللي تكون مهيله
مره كنحركها حتى تذوب، حتى يذوبوا هاد العناصر هادو، وطلع فيهم الغليه الاولى الثانيه كنطفي عليه. انا بالنسبه للمكسرات اللي استعملت، عندي هنايا شويه ديال القرقاع اللي حمرته وحاولت يعني نقشره وقطعته مكعب، يعني قطعته طريفات يكونوا كبارين شي شويه باينين. عندي كذلك شويه ديال اللوز ايفيلي حتى هو محمر، عندي هنايا الاكاجو حتى هو محمر ومقسوم، وعندي هنايا النوازيت اولا البندق حتى هو محمر ومقشر ومقطع حتى هو، كنخليهم طريفات كبارين. بالنسبه للكميه ديال المكسرات عندي هنايا 10 دراهم من كل نوع، يعني عندي في المجموع 40 درهم، وكيبقى على حسب شحال ديال لي طارطوليت اللي غتعمروا. عندي هنايا هذا الخليط من بعد ما غلا، كنضيف عليه مباشره هاد المكسرات اللي عندي. والمكسرات راه كيبقاو على حسب الرغبه ديالكم، ماشي ضروري تعملوا هادشي اللي عملت، فعلى حسب المتوفر وعلى حسب الرغبه ديالكم كذلك. من بعد ما كنفرغ هاد المكسرات على داك الخليط، كنحاول نخلط دغيا وكنخلط مزيان باش كيتلبسوا بداك الخليط. وهنا كنخدم يعني بسرعه باش ما يبردش هاد الخليط، حيت الا برد غيجيكم صعيب باش انكم تحركوه وتعمروا هاد لي تارتوليت. هذا هو الشكل ديال لي تارتوليت من بعد ما تعسلوا. كنبدا هنايا نعمرهم مباشره بهذا الخليط ديال المكسرات، كنعمل ديك الاكاجو هكذا من الفوق بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشكل الثاني كيف ما شفتوا راه عملت فيه لوزه من الوسط. هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات بالزنجلان، كيجيو راقيين بزاف وكيجيو لذاذين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال استحسانكم ان شاء الله وتجربوها. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.